مفيش شخص جيفر بطبعه. في معظم الاحيان السبب ان الشخص كان تحول لشخص جيفر ان هو كان في علاقته باهله he felt that he needed to give to be seen. ما كانش متشاف من اهله فقرروا ان هم، هو حاسس ان هو عشان اتشاف لازم ابقى بروبر، لازم اخد بالي من اخواتي، لازم اطبطب على امي، لازم اسمع كلام بابايا، فده is the form of giving. او مامتي كانت محتاجه حاجه فانا ابتديت العب دور باباها، بابايا كان محتاج حاجه فانا ابتديت اخد بالي منه كامه والكلام ده كله. ففكره الشخص الجيفر it has a nice resonance، بس هي الحقيقه I would say ان مفيش حد فينا بيتولد جيفر. احنا بنتولد وبنحس ان احنا عشان نتشاف في السيستم محتاجين نلعب ادوار معينه. يعني انا لو اتولدت وانا متدلع جدا وكل حاجه بالنسبه لي اهلي بيعملوها لي، واي طلب انا بطلبه بيعملوه لي، غالبا مش هبقى جيفر. هبقى جيفر ليه؟ ما انا متشاف، مش محتاج ابذل مجهود. انما انا ببذل مجهود لو انا مش متشاف. فلو انا مش متشاف there's a chance ان انا ابقى جيفر. وده اكشلي في معظم الاحيان الباك جراوند بتاع الثيرابيست والكوتشز والناس اللي بيشتغلوا في السيرفيس. ان هم ناس they felt that they needed to do something extra to be seen. انت كده؟ طبعا كله. بس هو ممكن يبقى من وان بيرنت، ممكن يبقى من تو بيرنت، بس لازم يبقى في كده. اذروايز انا يعني ايه اللي هيخليني اهتم بالسايكولوجي لو انا اصلا حياتي كلها مستريحه؟ ليه هبقى محتاج افهم بابايا يفكر ازاي او مامتي ليه عامله كده؟ مش هيبقى في دماغي. ما انا يعملوه طالما انا واخد الحاجات بتاعتي متدلع، فانا مش فارق معايا.